السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي رسالة لأتباع نظام الخبيثات، هم بيسموا نفسهم كده، أو أتباع السموم. يعني هم معترضين على أتباع الطيبات وبيخافوا عليهم، قلبهم عليهم. الحقوا واحنا بننبهكم عشان ما ترجعوش تزعلوا. انت ايه 3 اشهر وهتشوف نفسك، 6 اشهر، سنة، سنتين، 3، بيدوا مواعيد كده مش عارف ايه يعني. المهم، يعني انا بشوف لهم بوستات كتير على الفيس وفيديوهات وحاجات. انا مش عارف، يعني انا بقول لهم كلمه واحده بس اختصار الموضوع اللي بنتكلم فيه. انتوا تعبين نفسكم ليه؟ تعبين نفسكم ليه؟ ما تريحوا نفسكم يا عم. خليكم في اكل الفراخ وكاكو، خليكم في اكل البيض وبيضه، خليكم في المكرونه والجبن والقرف اللي انتوا بتاكلوها والدقيق الابيض. يا عم خلاص، انتوا ربنا كرمنا، احنا الحمد لله. وربنا يا عم، ده اعداد الاف مؤلفه ناس ما شاء الله ربنا كرمها وخفت. يعني انت عاوز الناس اللي خفت دي تلغي عقلها خالص وتسمع كلامك انت؟ يا انا ماسك نفسي لساني بالعافيه، يعني شويه معاتيها اصلا. سيبنا من الدكاتره اللي بينزلوا بوستات، خلاص دي معروف ليه يا عيني، مصلحتهم والسبوبه واكل عيشهم، والمافيا اللي كانوا عاملينها، والادويه والعلاجات والكشوفات اللي بمبالغ طائله. خلاص سيبنا منهم دول، خلينا في الناس اللي معرفش عاديه ولا ايه كمان هي موجهه. والجدع بتاع الفراخ مطروح ده والبتاع، الجدع ده خلاص مخه لحس ولوس، ان مش لاقي يبيع ولا يعمل، عمال يهبل ويشتم في الدكتور ضياء وفينا وفي كل الناس. انت معتوه يا ابني؟ ولا انت جات لك يعني اسمها ايه، بتاعت انفلونزا الطيور، ولا السبخه بتاعت السبله بتاعت الفراخ دي لحست مخك، ولا ايه حكايتك؟ يعني الناس دي مش طبيعيه يا جماعه. ويقول لك إيه؟ الماشي بعد اتباع الطيبات، اتباع العودي كلهم لسانهم طويل، قلالات الادب بيشتموا. يا عم خليك في حالك، يا عم خليك في نفسك انت. روح كل الخرا اللي انت عاوز تاكله والزباله اللي انت عاوز تاكلها. وانت بتاع الفراخ، يعني فلوسك ورزقك ورزق عيالك واملاكك واللي انت كوشته كله من السموم اللي انت بتديها للناس. طبعا حمله زي دي كده هتفقرك، من حقك تجري وتحارب وتشتم وتهبل. يقول لك اللي هيعلق تعليق وحش في التعليق هشتم امه. بخرب بيتك وخرب بيت الفراخ بتاعتك والبيض يا بيض انت. الشاهد من القصه، الرساله دي طبعا انا كان نفسي اوجه رساله الاول لحبايبنا الضيائيين الطيبين، ان ما فيش داعي نخش ولا اي حد يخش على اي بوست من العالم المعتوهه دي، لان اي تعليق حتى لو بنوضح له الرؤيه وبنعمل له، بيعمل له ريتش ويعلي المشاهدات، يعني او بيخلي فيه البوست ده يعلى. طيب لا، احنا الناس دي عاوزين نسبلها خالص ونتجاهلها. خلاص مش هيلاقوا حد اصلا يعبرهم. هم يا جماعه يعني نصهم او 3/4 مستفيدين ومنتفعين، وممكن يحاربوا ويقاتلوا بايدهم واسنانهم في الموضوع ده، عشان طبعا هم رايحين لخراب. يعني واحد زي بتاع الفراخ ده اصلا ما انتوا عارفين، وبتاع البيض الناس بقت خلاص بتكسر بيض في الشارع مش لاقيين. ده حتى في امريكا الدنيا عملت كده بننقذكوا اخواننا يا عم خليك في حالك يا عم انت وهو. انت عاوزني اصدقك انت معتوه واكذب نفسي انا؟ ما انتوا عارفين انا نزلت فيديو انا كنت ضد الدكتور ضياء ازاي، بس من غير ما اسمعه صراحه، من غير ما اعرف بيقول ايه. كنت بس معترض على الطريقه، وبعد كده عذرته في الطريقه من اللي حصل معاه. فيديوهاته الاول وهو كان عادي، غير في الاخر العصبيه اللي هو فيها، وطلع في ناس في فيديو قال لهم انا كده يا جماعه، انا كده واستحملوني، ومع كده انا وصلت لكم برضه، وصلت لكم وانا كده. فلما توفى الله يرحمه وشفت تجارب الناس، وقفت واقفه مع عقلي كده، يا عم انت هتخسر ايه لما تجرب؟ هتخسر ايه؟ وكانت البدايه فعلا. ومش عاوز اقول لكم، يعني انا ماسك التليفون ده بايدي كده، عمري ما كنت اقدر اعملها زمان. انا يعني ايدي دي كانت اقصى حاجه ارفعها كده وما اقدرش بسبب الالتهابات وسبب السكر. قال يعني ان السكر عالي، وانا كنت باخد ادويه، يعني باخد انسولين نوعين، طويل الامد وقصير الامد، وباخد براشيم للسكر وحقن وكله ده، غير بقى براشيم الالتهابات وبراشيم بسط العضلات وبراشيم مش عارف الكوليسترول وبراشيم ايه، كم براشيم في فيديو بيها طبعا معظمكم شفتوها.
ناقص حاجه برفع ايدي كده يا جماعه وشوفوا في فيديو شرحت في الكلام ده. انا الحمد لله ما شاء الله دلوقتي يعني الواحد يعني ما شاء الله اهو اجيب ايدي ورا كده ما كانتش موجوده. يعني انا اكذب نفسي يا بني ادم منك لو صدقك انت اللي طلع تهوهو تهوهو كاتكم قرف. فانا من قرفي ومن غلي يعني حاولت انزل الفيديو ده يعني بس عشان دي رساله ليهم. والرساله المهمه بقى لحبايبنا يعني يا ريت نمسك نفسنا شويه وما نعبرش ولا كأن شايفين حاجه ولا ان احنا نقول لهم نقنعهم يعني ولا حاجه. ممكن كل واحد مسيره هيجي له وقت يقتنع زي ما انا اقتنعت كده لوحده. فالناس دي ما تستاهلش حد يرد عليها، لا دكاتره ولا بتوع فراخ ولا بتوع بيض ولا بتوع عيش ومخابز، ولا مع ان معظم المخابز ما شاء الله ربنا كرمهم دلوقتي وبداوا يعدلوا. يعني انا بروح اجيب من المخابز ما شاء الله بالعيش قمح، وفي مخابز يعني اعمل لهم فيديو وجبت العيش منه وعملت له اختبار طلع ما شاء الله قمح قمح يعني. في ناس محترمه، في ناس ضلاليه طبعا بتخلط. بس انا حبيت اوصل رساله ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.